مستمعينا مستمعي راديو دنجة زلال، مرحبا بكم في فقرتنا معلومة. معكم أحمد ليقدم لكم في هذه الحلقة دراسة. رحيق الصبار أفضل علاج لسعال الأطفال. اكتشف باحثون من جامعة بنسلفانيا الأمريكية أن رحيق الصبار يمكن أن يكون علاجا آمنا ووسيلة ناجحة للأطفال المصابين بالسعال. ومن المثير للدهشة أن الدراسة المنشورة مؤخرا بمجلة جاما لطب الأطفال أثبتت أن رحيق الصبار يكون علاج آمن وفعال للأطفال دون التعرض للمخاطر، بينما العسل لا ينصح به للأطفال دون سن السنة لأنه يمكن أن يسبب التسمم الغذائي عندما تنمو الجراثيم البكتيرية في الجهاز المعوي للطفل. ووفقا لموقع فوكس نيوز، قارن الباحثون من جامعة ولاية بنسلفانيا بين آثار رحيق الصبار وماء العنب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 4 سنوات. ووجد الباحثون بقيادة الدكتور ديب لونزر من مستشفى كلايفلاند كلينيك للأطفال أن الرحيق الصبار كان له تأثير كبير على تخفيف السعال لدى الأطفال في الليل بالمقارنة بماء العنب. وينصح لونزر بعدم إعطاء الطفل المضادات الحيوية مباشرة دون اللجوء إلى الطبيب، لأن بعض الأمراض لا تستدعي مضادات حيوية لعلاجها. هذه كانت معلومة اليوم. أعزائي، انتظروني في الحلقة القادمة لأقدم لكم معلومة جديدة. بأمان الله. راديو دنجة زلال.